السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي بمناسبة يوم الشهيد اللي هو كان تقريبا من يومين. رب العالمين بيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا حبيت بس نسترجع بعض قصص الشهداء الجميلة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى النهاردة. الشهيد على مر العصور ثواب عند الله عظيم. تعالوا كده نفتكر قصة سيدنا حارثة أول من استشهد في غزوة بدر. في غزوة بدر لما اصطف الجيشين المسلمين والمشركين قبل المعركة ما تبدأ، بدأ المشركين يحدفوا يرموا السهام على جيش المسلمين، فجه سهم أصاب أحد الصحابة، كان شاب صغير اسمه حارثة، فمات في ساعتها. فجت بعد المعركة وبعد ما الدنيا خلصت، جت سيدنا حارثة دي للرسول صلى الله عليه وسلم تبكي وتسأله: يا رسول الله، يعني حارثة مات قبل حتى من المعركة ما تبدأ، فهل هو كده في الجنة ولا ايه؟ فسألته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها لا يرين الله ما أصنع. يعني من النواح واللطم والصريخ، وده شيء محرم عندنا، ولكن هيبقى من حرقتها على ابنها اللي مات وفات منه ثواب الشهادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغرب من سؤالها وقال لها: ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة. يعني هي سألته: هو في الجنة؟ قال لها: إنها ليست جنة، بل هي جنان ثمان، وإن ابنك، يعني سيدنا حارثة، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى. يعني الشهيد مش في الجنة الأولى ولا الثانية، الشهيد في الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، فثوابه عند الله عظيم. تعالوا برضو نفتكر قصة استشهاد سيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة أو في معركة مؤتة، لما كان يحمل الراية للمسلمين، فالمشركين والكفار اللي هم الروم هجموا عليه وقطعوا إيده اللي شايل بها الراية، فمسك الراية، لأن سقوط الراية كان من علامات الهزيمة. فسيدنا جعفر رضي الله عنه لم يرضى إن هو الجيش يهزم، فلما قطعوا يده اللي شايل بها الراية، شال الراية بإيده التانية فقطعوها، فشال الراية بما تبقى من ايده بعضديه فقتلوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جعفر استشهد، هو كان ابن عمه، فخد بعضه وراح لبيته لمراته وعياله. فزوجة سيدنا جعفر لما شافته قالت له: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال: إن جعفر قد استشهد في سبيل الله. فقعدت تصوت وتولول، فقال لها: لا تلطمي صدغا ولا تشقي صدرا، وإن جعفر في الفردوس الأعلى من الجنة، وقد أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما حيث يشاء في الجنة إلى يوم القيامة. ده ثوابه دلوقتي، ويوم القيامة ثوابه أعظم عند الله، زي ما قلنا الفردوس الأعلى من الجنة. دي أمثلة لبعض الشهداء من أيام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما ننساش شهدائنا في العصر الحديث، من أمثال الشهيد البطل أحمد المنسي واللي زيه. اللهم ارحم شهدائنا أجمعين وشفعهم فينا يا رب العالمين، اللهم آمين.